انا جيت ازاي. تعالوا نفهم يعني ايه طفل، او ايه النمو الجنسي للطفل في السن ده. اولا مرحله الطفوله بتنقسم ل5 مراحل. مرحله الوليد من سن يوم لسن اسبوعين، ودي بيتعرف فيها على العالم عن طريق مص ثدي امه، بيتعرف فيها على اللذه الجنسيه عن طريق مص ثدي امه. مش بقول هو مش بياخد لذه جنسيه بس، لا هو بيحس باللذه بس. هو من سن اسبوعين لسن سنتين الطفل بيكون فيه ما يعرف باسم المرحله الفميه، اي حاجه على بقه، شبشب، مناديل. فهو بياخد تعرفه على العالم عن طريق بقه، وبيبدا وانت بتغيري له بيتحسس اعضائه الجنسيه. مش نوع من انواع الاثاره او نوع من انواع الجنسي خالص، لا هو بيتعرف على نفسه. المرحله الثالثه اللي هي الطفوله المبكره، ودي المختصه بالفيديو، اللي هي من 2 ل 6 سنوات. هسيبها لان انا هرجع لها، دي اللي هنتكلم فيها. الطفوله الوسطى اللي هي ما بين 6 ل 9 سنوات، والطفوله المتاخره ما بين 9 ل 12 سنه. تمام. نرجع لمرحله الطفوله المبكره. انا جيت ازاي؟ اول حاجه بتيجي في بالنا كاهالي من انا جيت ازاي هي العمليه الجنسيه. بس الطفل بريء كل البراءه فكره العمليه الجنسيه. هو لما بيسال انا جيت ازاي، هو قصده انا كنت فين، انا قبل ما اجي كنت فين. لان الطفل في مرحله ال4 سنوات بيبدا يدرك ابعاد الزمان والمكان. يعني بيبدا يدرك هنا وهناك، امبارح والنهارده. هو بدا يدرك ابعاد الزمان والمكان، فبالتالي هو جواه تساؤل، انا قبل ما اكون هنا معاكم انا كنت فين. فعلى 3.5 4 سنين هقول له انت جيت من بطن ماما، انت كنت في بطن ماما. لو معاه طفل اصغر منه هيبقى فاهم الموضوع ده. طب جيت من بطن ماما ازاي، او خرجوني من بطن ماما ازاي؟ بص حبيبي، في فتحه ما بين رجلين ماما، ربنا خلقها علشان البيبي لما يبقى مستعد ان هو يواجه الحياه يخرج منها. او بص يا حبيبي، في جرح عند ماما الدكتور عمله علشان يخرج البيبي منه لما يبقى مستعد ان هو يكون معانا ويبقى مبسوط معانا. هيبدأ على سن 4.5 5 سنين يتساءل بقى، انا وصلت ازاي لبطن ماما؟ ايه قلة الادب دي؟ هو ما يقصدش يا جماعه قلة ادب، وما يقصدش ان انت تقول ان انت لقيته تحت السجاده ولا قدام الباب، ما يستاهلش منك كده، بالعكس. فنبدأ نفهمه الفروق الطبيعيه بين جسم الست وجسم الراجل. لو عندك شكل تشريحي او عندك صوره او عندك لعبه تشريحيه، بتبدا تقول له بص حبيبي، انت عارف ان جسم بابا مش زي جسم ماما؟ طب انت عارف ان ماما مثلا عندها صدرها علشان يعمل لبن وياكل الطفل؟ طب انت عارف ان بابا عنده خصيتين دول مش عند ماما؟ طب عارف ايه فايده الخصيتين دول فيهم بيبقى بيبيهات صغننه، سائل فيه بيبيهات صغننه بتروح عند ماما وبتكبر في الرحم، وبتقعد تكبر 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 جوه ماما لحد ما يبقى بيبي جميل ويتولد. ازاي السائل اتنقل من عند بابا لعند ماما؟ هنجيب له بازل او هنفهمه فكره البازل. بص يا حبيبي، انت جيت بالحب، احنا حبينا بعض قوي واحنا عاملين زي البازل، ولما ركبناها في بعض بقت قطعه كامله فكونا بازل وجه. خلينا نكون عارفين حاجه، ان الطفل مش هيركز معايا اكتر من 30 ثانيه، والطفل مش هيستوعب المعلومه مره واحده وهيرجع يسال فيها تاني، وهتقول له نفس الكلام وتكمل عليه لحد ما يحفظ المعلومه. طيب انا ليه بسمي الاعضاء التناسليه او باسمائها العلميه؟ لسببين. اولا لان انا بسمي باقي اعضاء جسمي باسمائها. انا عندي الدراع، عندي البق، مش باقي الاعضاء التناسليه باسمائها. ما هو انا كده بقول للطفل حاجه من الاثنين، يا اما بقول للطفل ان الحاجه دي نكسه ما تجيبش سيرتها فيطلع يكره نفسه، يا اما بقول للطفل ركز على الحاجه دي عشان الحاجه دي ايه بقى، واو. ما ينفعش ادي الحتتين، لانه دي اقصى اليمين ودي اقصى الشمال. لان انت لما ما بتقولش اسماء الاعضاء التناسليه باسمائها، الطفل بينزل الشارع بياخد كلمات لا تعبر
عن احترام اعضاء جسمه، سواء البنت او الولد. فانا لازم ابقى موعيه طفلي وطفلتي من سن 3 4 سنين، ببدا معاه. طيب لو ابني او بنتي ما سالش، انا افتح كلام معاه. انا انتهز فرصه مثلا انه رايح هدربه سباحه او عايز يستحمى، اقول له ايه ده، انت ملاحظ انه دي جيرل، ده ولد وده بنت؟ طب انت ملاحظ انه في اختلاف ما بين الولد والبنت؟ لازم يا جماعه ازرع في الطفل هويته الجنسيه، لانه العالم حوالينا بيتعمد محو الهويه الجنسيه للاطفال. العالم حوالينا بيتعمد زرع انحرافات وميول جنسيه داخل الاطفال. يعني نبقى موعيين عيالنا. انت ولد، انت عندك القضيب، عندك الخصفتين. انت بنت، انت عندك الرحم المهبل، لما تكبري هينمو عندك الثديين. الحاجات دي مش عيب، الحاجات دي لازم يكون عارفها، عارف جسمه شكله ايه، علشان لما يجي يعني معلش اعذروني ان اولادنا كلهم للاسف الشديد هيتحطوا في وضع حد هيحاول يتحرش بيهم، سواء في الشارع او في المدرسه او في الدروس. لو ابنك وبنتك مش واعي، ابنك وبنتك هيتأذي. فخلينا نقلل مقدار الاذى ده قد ما نقدر. لو ما جاوبتش عن اسئله ابني او بنتي انا جيت ازاي وهو عنده سنتين 3، انت مش هتسمع اي سؤال من ابنك لحد ما يبقى عنده 12 13 سنه وتكون الكارثه حصلت والفاس وقعت في الراس. ابنك هياخد المعلومه الجنسيه سواء منك او من الشارع. ابنك هياخد المعلومه الجنسيه سواء من الفيسبوك او من اصحابه. فانت ركز، انت تديله المعلومه الصح او انت تصحح له الغلط اللي اخده.